هوريكم اسرع طريقه لعمل الرز المعمر بالقشطه واللحمه الملبسه. بص الرز المعمر مفرول وكل حبايه بحبايتها ازاي. تروح عامل كده الحته الملبسه دي، شايف الحته الملبسه دي؟ شايفها باينه عندك؟ تعالوا اقول لكم الطريقه. وعشان تعمل رز معمر حلو لازم تختار حته لحمه حلوه قوي. انا بالنسبه لي القطعيه مش بتبقى مهمه قوي هي ايه، بس المهم بالنسبه لي ان انا اختار قطعيه لحمه انا بحبها. وانا بحب الموزه، يعني انا الموزه بالنسبه لي حته لحمه فيها جيلاتين وفي نفس الوقت فيها اللذاذه بتاعت اللحمه من جوه. بعد ما تقطع اللحمه تروح مقطع بصلايه كده. انا الطريقه اللي انا بعملها دي طريقه خاصه بيا قوي يعني، فما لو ما حدش يقول لي ما تحطش فيها بصل، انا بحب احط فيها بصل وهشوح اللحمه اصلا ناعم قوي. انعم حاجه ممكن تعملها. هنجيب حتتين زبده زي دول كده وننزلهم هنا ونديهم شويه زيت عشان ما يتحرقوش. نروح جايبين اللحمه اللي احنا قطعناها منزلينها في الزيت والسمنه تاخد تشويحه. انا بحب اديها الصدمه دي قوي مع الزيت والسمنه قبل البصل كده. شايف الاحمرار ده؟ احنا عايزينها توصل للون ده بالظبط كده. نازلين عليها بالبصل كده. البصل ده بيدي تعسيله كده للرز مع اللحمه. جوز الطيب، لازم شويه جوز الطيب كتير حبه، شويه فلفل اسمر، شويه ملح كتير عادي. انت كده كده لسه هتحط لبن وهتحط شوربه. بعد كده هتنزل بشويه ميه تملى فوقيها كده لان هي المفروض تتسلق. اللحمه والبصل على النار. هنروح جايبين حتتين زبده او سمنه اللي انت عايزه، بس يفضل الحاجات دي تبقى بلدي، ونروح دهنين بيها الحاجه اللي احنا نشتغل بيها. انا للاسف ما عنديش برام فبستخدم البايركس. بعد كده الرز ده مغسول مره واحده ومش منقوع زي ما هو، نروح نازلين بيه كده. دول 4 كوبايات رز تقريبا، يعني مش 4 بالظبط بس هم 4 يعني، مشوا الدنيا. نروح جايبين حته من القشطه، حته كويسه جدا كده، واخدينها ومقلبينها مع الرز كده. هنكتر زبده شويه معلش. وكل ده هيديك مع بعضه كده. اللحمه استوت نص سوا، نص سوا بس، تروح مخرجها حاططها على القطاعه كده. انا بحب اقطعها زي ما اقطعها قدامكم دلوقتي. نبتدي نجيب اللحمه ونحطها في الطاجن كله. ده كيلو لبن على كيلو رز، ونروح واخدين كوبايتين شوربه مسقسقين بيهم كده اهو. مقلب بس بالراحه خالص عشان اللحمه اللي انت وزعتها، عشان الشوربه واللبن يخشوا يتغلغلوا جوه كل حاجه خالص. وكده ندخله الفرن وهوريهولكم اول لما يخرج من الفرن هيبقى شكله عامل ازاي. انا بحط القشطه عليه على الوش لما يخرج من الفرن. بس كده، جربوا الطريقه دي وقولوا لي رايكم فيها، وقولوا لي عايزين نعمل لكم ايه تاني الفتره الجايه. سلام عليكم، كان معاكم هوبا.